مرحبا يا أصدقائي في انجليش ايد. أنا محمود كمال، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في اللغة الإنجليزية، وهو كيفية تكوين السؤال. الأسئلة جزء أساسي من أي محادثة، وبتساعدنا نفهم المعلومات بشكل أفضل. وعلشان نعمل محادثة في أي لغة لازم يكون عندنا أسئلتنا الخاصة اللي عايزين نسألها. في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح مع بعض كيفية تكوين الأسئلة. في البداية في نوعين عندنا من الأسئلة. النوع الأول وهو الأسئلة العامة، وهي الأسئلة اللي ممكن تتجاوب بنعم أو لا، ودايما بيكون بداية السؤال بهل. النوع الثاني من الأسئلة وهي الأسئلة الاستفهامية، ودي الأسئلة اللي بتبدأ بكلمات معينة زي الكلمات الاستفهامية. أول حاجة هناخدها مع بعض النهاردة وهي الأسئلة العامة، وزي ما قلنا هي الأسئلة اللي ممكن تتجاوب بنعم أو بلا، وبداية السؤال بتكون بهل. عندي الأمثلة على النوع الأول ده: Do you like pizza؟ هل تحب البيتزا؟ Do you speak Arabic؟ هل تتحدث العربية؟ Can you swim؟ يمكنك السباحة؟ النوع الثاني اللي هناخده مع بعض هو الأسئلة الاستفهامية، وزي ما قلنا وهي الأسئلة اللي بتبدأ بكلمات استفهامية. هناخد مع بعض الكلمات الاستفهامية اللي بنستخدمها في السؤال: What؟ ماذا؟ Where؟ أين؟ When؟ متى؟ Why؟ لماذا؟ How؟ كيف؟ وهناخد مع بعض أمثلة على الأسئلة الاستفهامية: Where do you live؟ أين تعيش؟ Where did you buy that shirt؟ من أين اشتريت تلك القميص؟ When is your birthday؟ متى عيد ميلادك؟ How often do you exercise؟ كم مرة تمارس الرياضة؟ هنبدأ دلوقتي مع بعض نعرف كيفية تكوين السؤال. هنتعلم ازاي نكون سؤال في اللغة الإنجليزية، سواء كان في الأسئلة العامة أو الأسئلة الاستفهامية. أول حاجة هناخدها مع بعض وهو تكوين الأسئلة العامة. وفي الأسئلة العامة بنبدأ الجملة بتاعتنا بفعل مساعد، على سبيل المثال مثلا do أو does، ثم نضيف الفاعل، وبعد كده الفعل الرئيسي، وبعد كده باقي الجملة بتاعتنا بشكل طبيعي. هناخد مثال على كده علشان يتضح الحال: Do you play football؟ هل تلعب كرة القدم؟ هنا بدأت الجملة بتاعتي بدو فعل مساعد، وبعدين الفاعل بتاعي you، وبعدين الفعل في صورته الأساسية play، وبعدين باقي الجملة بتاعتي بشكل طبيعي football. بعدين هناخد مع بعض تكوين الأسئلة الاستفهامية. علشان نكون سؤال بأداة استفهام بنبدأ السؤال بتاعنا بكلمة استفهام، ثم نضيف الفعل المساعد، وبعدين بنضيف الفاعل، وبعد كده الفعل الرئيسي، وفي الآخر بنضيف الجملة بتاعتنا بشكل عادي. وأمثلة على كده علشان الصورة توضح بشكل أكتر: المثال الأول What do you want to eat؟ ماذا تريد أن تأكل؟ المثال الثاني معانا How do you make this dish؟ كيف تصنع هذا الطبق؟ في البداية أنا جبت أداة الاستفهام بتاعتي بشكل عادي how، بعدين ضفت الفعل المساعد بتاعي do، بعدين الفاعل you، وبعدين الفعل في صورته الأساسية make، وبعدين كملت باقي الجملة بتاعتي بشكل طبيعي. هنا يتضح لينا إنه تكوين الأسئلة الاستفهامية نفس تكوين الأسئلة العامة، التغيير الوحيد هو إني بحط أداة الاستفهام في أول الجملة قبل الفعل المساعد. بعدين هناخد مع بعض شوية أمثلة توضح لنا الصورة بشكل أكبر عن الأسئلة. Why are you studying English؟ لماذا تدرس الإنجليزية؟ How did you learn that؟ كيف تعلمت ذلك؟ Why do you study English؟ لماذا تدرس الإنجليزية؟ وبكده النهاردة نكون أخدنا تكوين الأسئلة في اللغة الإنجليزية بشكل سهل وبسيط ومختصر. تقدروا تجربوا معايا وتكونوا أسئلتكم الخاصة. اكتبوا أسئلتكم في التعليقات وأنا هجاوب عليها. وأخيرا شكرا لمشاهدتكم.
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وبكده نكون اتعلمنا كيفية تكوين الأسئلة في اللغة الإنجليزية. سلام.